السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. فيديو جديد ونهار جديد مع الأحباب والأصدقاء العزاز. جلست في البالكو وقلت وعلاه لا ما نديرش الفيديو مع أحبابي، لأن احنا نتواصل معاهم بالفيديوهات وهم يتواصلوا معنا بالكومنتير والمشاهدة للفيديوهات. واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا صحة تامة يا ربي. حنا اليوم الجو عندنا يعني بارد شويه اليوم، بصح البارح صدقوني واحد السخانه. راني نتواصل مع صحاباتي اللي راهم في المغرب وفي الدول واحده اخرى، قالوا لي كامل سخانه. ربي يعطينا ان شاء الله الخير. هذا ما كان، وهذه هي يعني الوقت ديالو. حنا ما علينا غير نشكر الله تعالى، لان ربي سبحانه ما يحب لنا غير حتى حاجه ماشي مليحه، دائما يعطينا الحاجه في وقتها. الحمد لله والشكر لله. اليوم أحبائنا الكرام، احنا رانا نشوفوا هذه الدنيا، يعني الدنيا لابس عليها، يعني كما رانا نهار اللي خلقنا الله في الدنيا هذه، كما رانا دركا كلش غير العباد هما اللي راهم يعني غيرين الحياة. فهمتوا؟ هما الدنيا راه هي كما راكم تشوفوا اللي راهم يسوقوا في الطوموبيلات، هذا ما يقدر هذا. تشوفوا واحد يمشي في الطريق ما يقدرش خو يعطي له غير الكلام اللي ماشي مليح، يعطي له غير الكلام اللي يوجع القلب. يشوفوا الشيخ كبير يمشي في الطريق ما يرفدولوش لحاجته، ما يوصلهالوش للدار. يعني تعرفوا بلي بنادم راه بنادم اللي غير الحياة، مش الحياة اللي تغير بنادم. فهمتوا احبائنا الكرام؟ هكا كنت قاعده في البالكو، فهمتوا، وجاتني يعني احوال اللي راني نشوف فيها ماشي هي. شوف اللي راهم يسوقوا الطوموبيلات، المهم ماشي هذا اللي يعقب يروح يعقب الاخراني قبل الاولاني. فهمتوا كيفاش؟ هذا يؤدي الى ازدحام. عرفوا يا ناس باللي دائما عائلتك راهي في الانتظار، دائما دير في راسك باللي عائلتك راهي تستنى فيك، دائما دير في راسك توصل متاخر احسن من ما توصلش كاع. فهمتوا كيفاش؟ يعني ما فهمناش، كل واحد حب الدنيا هذه ليه وحده. فهمتوا؟ يحبوا الدنيا هذه ليهم وحدهم، ما يعرفوش بلي هذه الدنيا راه كل واحد يسال فيها. يتسمحنا هكا يقدر واحد يخرجك من دارك على حسب العقول ديال الناس. يقدر واحد يجي من برا يخرجك من دارك، يقولك هذه الدار ماشي تاعك، تاعي انا. حتى في الطريق كما راكم تشوفوا راهم يمشوا في الطريق تاع الناس كامل، بصح يقولوا هذا ماذا به هذا الطريق تاعو ماشي تاع الاخر، يحب هو يسبق قبل ما يوصل الاخر. هي لا قعدت هكا نستغل حتى نشوف باللي راه المشيه تاعهم ماشي هذيك هي. نشوفوا الصغير ما يقدر كبير، كبير ما يقدر الصغير، ما يعاطفش الصغير. النار كلاتهم. دوك نتايا عجبه يكون واحد يعني مسكين قدام دارك، انت تشري كبش تاع الملاين وهو ما يقدرش يشري حتى دجاجه. كيفاش انت تاكل وتشوي وهو ما تمدلوش؟ كيفاش انت تلبس لولادك 10 تلبيسات عفوا، هو ما يقدرش يلبس لهم حتى تلبيسه واحده عاديه؟ غير معقل هذا الشيء، غير يعقل. عرفوا بلي ما غاديش تقعدوا هنا في الدنيا. الدار اللي تبنوها في الدنيا ماذا بكم تبنوها في الاخره. باش تبنوها في الاخره بنوها بالحسنات، الحسنات اللي راكم ديروا فيها بنوها. نشوفوا الانسان غارس الشجره تاع التفاح، الشجر تاع التشينا، الشجر تاع يعني حاجه الحلوه،
اللي قادر العصفور ياكل منها. تلقاه داير له ساشيات، خصوصا كل واحد كيفاش يعيط، يعني المشيمشه، كل واحد في الدول تاعو كيفاش. دوك نوري لكم باش تشوفوا، نقربها لكم هذيك الشجره باش كل واحد يعرف واسمها في المنطقه تاعو. هاي ليك هذيك الشجره، تلقاه دار له ساشيات وغطاها، دار له ساشيات وغطاها. علاش غطاها باش العصفور يعني الزاوش ما ياكلوش الحبات. هي من حقك تغطيها، لكن ما تغطيهاش كاع. غطي غير واش تقدر تاكل، قيس يعني 2 كيلوات ولا 3 خليهم للعصافير، والاخر غطيه ليك انت. فهمتوا؟ يعني هذه تتسمى صدقه جاريه، درتها وراه تموت وهي مازال تنوض ودير الحب وياكل فيه الزاوج، ياكل فيه الانسان واحد اخر من غير العائله ديالك، يتسمى صدقه جاريه هذه. والانسان خاصو يكون يربي ولاده في احسن تربيه باش تتسمى ولد يدعو اليه، باش نهار اللي تموت هذوك الذراري ولادك يدعوا لك بالرحمه. فهمتوا كيفاش؟ يعني الدنيا هذه ما تدي منها حتى حاجه، تدي غير الافعال ديالك، يعني سقم الافعال ديالك باش عند ربي تلقاهم. فهمتوا كيفاش؟ لكن حنا ما نشوفوش، قليل 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 تاع الناس اللي راهم يخموا لهذه الحاجه، قليل ما راهمش يخموا للحاجه اللي يلقاوها. صدقوني قبل ما دير حاجه طبقها على روحك، طبقها على نفسك. اسكو انت تقبل بيها؟ ليش تروحك تقبل بيها؟ طبقها على غيرك. فهمتوا كيفاش؟ طبقها على غيرك. ولا الانسان للدرجه الام تاعو ما يروح لهاش، ولا الانسان للدرجه الام تاعو ما يفرحهاش. غادي نحكي لكم واحد الحكايه اتصنتوا ليها للاخر وديو منها عبره. واحد السيد عايش في الدار هو والاب ديالو، عنده وليدو. هذاك السيد عنده وليدو، الاب ديالو كبير شويه. واحد المره جاو صحاب ديال هذاك السيد، صحابو جاو. كي جاو واش قال له الاب ديالو؟ قال له بابا ما تخرجش لعند صحابي، قال له قعد هنا. ووليدو وليد هذاك السيد وليدو قال انا حنقعد عند جدي، لا علينا قاعد. فجأة جا هذاك السيد، جا لقى وليدو يقطع في هذاك الطابي اللي قاعد فيه الاب ديالو. قال له وليدي علاه راك تقطع هذاك الطابي علاه؟ قال له راني نقطعو يا بابا باش انا كي نكبر ندير لك كيما دير لجدي، ترميه في الشومبره وتحطو فوق هذه الحصيره باش هذيك الطابي ما يقدامش، نقطعو ما بيد راه جديد، باش نهار اللي نكبر يكون جديد ما يقدامش، باش نحطك انت في بلاصه جدي. هيا هذاك الاخر تفكر بلي غادي كيما دار لباباه يدير لوليدو. انطق الاب ديالو، واش قال له؟ يعني الاب ديال هذا السيد واش قال له؟ يعني جد الطفل قال له يا وليدي، قال له انت درت لي غير القليل، قال له كنت تشوفني انا واش درت لجدك، درت له كتر. اما لا شوفوا يا ناس، هذاك الجد دار لباباه كتر، والطفل يعني والطفل ديال هذاك الاب دار لوليدو، وهذاك الصغير حب يدير لباباه. فهمتوا الدنيا؟ يعني الدنيا دواره، كيما دير الواحد عزيز عليك هكا يرجع لك وليدك. فهمتوا احبائي؟ الله يهدينا ويهديكم كامل.
كل واحد يسقم الامور ديالو. الدنيا راهي فانيه، فهمتوا احبائي؟ راهي فانيه، يجي نهار وتروح. ما ينفعنا غير الصدق والمصداقيه، وما تنفعنا غير الكلام الحلو والكلام اللي الناس تقولنا يرحم الوالدين ديالكم. فهمتوا؟ نتمنى لكم عجب لكم الفيديو لنهار اليوم والدردشه مع احبابي، ونتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله. بقاو على خير.